السلام عليكم أحبابي ورحمة الله وبركاته. واحد يسألوه: أنت تستحي من الله أكثر لو تستحي من أبوك أكثر؟ يقول لهم: لا، أستحي من الله أكثر. زين، من تشوف إباحي أفلام غير لائقة بينك وبين نفسك تباوع لها، ومن يجي أبوك أو أمك تضم الموبايل، اي نعم اضم الموبايل. اذا انت طلعت من الله ما تستحي، وتستحي من ابوك ومن امك، تخاف منهم، يقولوا لك ليش تمشي بهذا الطريقة، عيب وحرام. زين، ياهو الاهون عندك الله سبحانه وتعالى لو ابوك اهون عندك عليك، يقول ها اهون عندي ابوي، اهون عندي من الله. زين، اذا ابوك اهون ويعني من الله وتحب الله اكثر منه، كان ليش من تفرغ لوحدك تباوع على المحرمات ومخلي الله اهون واحد يباوع عليك؟ اتحدى مثل هذا انه يروح يفتح الموبايل ويكنك يم ابوه، لانه عنده ابوه مو هين، عنده الله هين، لأن الله ما رأسا يحاسبه، ما رأسا يذب عليه نار. اي نعم، لكن ابوه جزء محضر له الكيبل يدقه. اي، فانت هنا لوحدك بس الله يباوع عليك ويشوفك شو مكنك وين. اي نعم، اذا انت طلعت عندك الله هين. انت من ساعة تقول انا ابوي اهون من الله واحب الله اكثر من ابوي، لا طلعت انت ما تحب الله لكن تخاف من ابوك. اي نعم، لان ابوك انت تقول هين عندي اهون من الله، ما احب ابوي بقد الله. زين، ابوك من يجي يشوفك شو تسوي حبيبي؟ تضم الموبايل مو، لكن لوحدك ما تضم الموبايل. هنا الله ابوك تخاف منه والله ما تخاف منه، تباوع على الموبقات والافلام الاباحيه. الله من يدري هو شنو من يدري؟ هو الله جاي يباوع عليك؟ ما ادري، تكب عقلك شيء مثلا؟ عندك شيء مثلا؟ والله ما جاي ادري. يعني واحد من يخليك على الحقيقه لا تزعل. اي نعم، مثل هذا خليه على الحقيقه لا يزعل. زين، انت تبوق بدائره، مثلا بمحل، بسياره، تبوق لك بيت، زين ما تستحي من الله؟ ما حد شافني وما حد درى. لا، الله درى بيك وشافك، المسؤول ممكن ما شافك، وابوك ممكن ما شافك، والفقير ما شافك. شلون بهاي الحالة هذه؟ اذا انت عندك الله اهون واحد بالناظرين اليك، لا تجعل الله اهون الناظرين اليك. الله جاي باوع لا يعني تخلي نفسك ابدا ما تحس بوجود الله. هواي شغلات ترى يعني واحد فاهمها خطأ، طريق من هاي الجهة يقول لك لا من هاي الجهة. يابا هذا الله لا، فيسبوك، واتساب، انترنت، افلام، نعم، قضايا موبقات ما يرضي بها الذوق، تورث الفقر، هذا الطريق. ايه بعد احنا شو نسوي؟ يعني اللي نسوي والله وينكم يا بيش، وين عمي، وين نحط لنا على كل واحد حارس. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.